اليوم راح نشرح طريقة مسك الموس كمان مرة مع طريقة تحديد الدقن. هلا في ناس لما بده يحدد دقن بيخلي الرأس واطي، بضمن حاله بقعد يحدد. هذه الطريقة غلط، هذه الطريقة غلط. هسا عشان تعرف إذا بدك تحدد بشرة سواء كانت جافة أو دهنية، الجافة راح يكون لها تحديد شكل، والدهنيه راح يكون لها تحديد شكل. فهمت علي؟ الجافه مجبور انك انت تحط عليها كريم. شو بدك تحط عليها؟ كريم. ليش؟ لانه في حال انت حددت والبشره جافه احتمال تجرح الزبون. ليش؟ لانه راح تكشر معك البشره. مجبور انك تحط عليها كريم وتكون ايدك خفيفه. الدهنيه نفس الحاجه، تكون بشره رطبه، ما في داعي انك تحط عليها اي كريم. فهمت علي؟ هسا في هاي الحالة لما بدنا نحدد الشكل الذكن بدنا نطلع على شكل الوجه. إذا كان وجه بيضوي أو راح يكون وجه دائري أو راح يكون وجه مستطيل. فهمت علي؟ ليش؟ الوجه البيضوي له تحديدي خاصة، والوجه المستطيل له تحديدي خاصة، والدائري له تحديدي خاصة. هلا عندنا بيضوي، التحديد راح يكون الذكي راح يكون خفيف، لكن راح ننزل بالصفر لنص الذان. فهمت علي؟ لاخر الذان راح ننزل بالصفر. ليش؟ في حال انت عملت كسحه صفر شفره واللحيه خفيفه راح تبرز معاك اللحيه. اما اذا انت حددتها وعملت صفر عالي او صفر ماكنه واطي ما عملت شفره راح تكون التحديد عالي. وظيفتك انه ايش؟ تبرز اللحيه للشكل. فهمت علي؟ يعني هسه احنا عندنا هون بشره دهنيه مش بشرة جافة. كالتالي أول إشي لازم إصبعي هذا، فهمت علي؟ لازم الإصبع هذا يشد البشرة لفوق، لأنه في حال لأن البشرة دهنية، مع حال أنت ما شدتش البشرة وبلشت تشتغل بهاي الحالة راح تجرح. أو إذا حطيت إصبعك تحت الشفرة احتمال تزحلق الشفرة. ليش؟ لأن البشرة دهنية. البشرة شو؟ بشرة دهنية. طلع أول إشي التحديد لازم يكون عالي، وبنفس الوقت لازم تكون إيدك خفيفة بهاي الطريقة. فهمت علي؟ هسا لأنه الشعر عندنا هون خفيف ما في داعي، هسا لما ما في داعي ننزل فيها لتحت، قد ما بتقدر خليها عالية. فهمت علي؟ هسا في عندك نوعين، إما تكسح الخط اللي أنت عملته من فوق أو بتخليه زي ما هو. طلع هون فصلنا السالف. هسا احنا هون راح نكسح اللحية بكسحة الموس. يعني ما في داعي اني استخدم مثلا ماكينة، بستخدم الموس والمقص لحاله. فهمت علي؟ بستخدم الماكينة وانت بحال كسح السوالف من فوق. طلع هون اهم اشي تكون ايدك خفيفة. وقف يا خالد. عندنا الشعر عكسي، ما بيزبط اني اجيب الشفرة وابلش فيها مباشرة لانه راح يتجرح. هلا الجلد عنده حساس، ما بقدر اني بسرعه اشتغل عليها، او سواء اني كنت مستعجل اني بسرعه لا، هذا غلط. لازم اكون ايدي خفيفه جدا على البشره الحساسه، لانه في احتمال انت سويت في الشفره وصار عنده احمرار، اعمل حسابك انه ثاني يوم راح يكون في عنده حب. اذا نسيت انه مثلا بشرته انها تكون حساسه وصار احمرار، مباشره بحط بودره. البودره بتسحب الحم اللي في البشره، بتخفف من احمرار البشره. البودره وظيفتها انه انا تسحب الحم. فهمت علي؟ هسه بهاي الحاله بحددها في الماكينه كالتالي. ما في داعي اني اخليه نازل راسه هيك، لا، راح ارفع راسه بهي الطريقه. لازم يكون الجلد عندي مشدود عشان اعرف اشتغل صح. في عندك ناس بتقول لك انه انا بطلع من تحت وخلي البشره نازله، لا هذا غلط. البشره لازم تكون مشدوده عشان تعرف تشتغل صح. شفت كيف بشتغل؟ يا دوب اللي بحط الماكينه على الجلد. اهم شيء في البشره الجافه في التحديد اللي لها لازم يكون في كريم تحديد خاص للبشره. هذه واحد. اثنين، بعد ما خلصت تحديد البشره، بعد ما خلصت تحديد الدقن لازم تحط بودره على البشره. ليش؟ لان البودره بتسحب حم من البشره، في هاي الحاله تمنع الحب انه يطلع على البشره. في ناس بتقول لك لا، بالعكس، البودره وظيفتها انها بتسحب
الحم من البشرة. في حال سحبتها ما في عندك أي حب ولا شيء، وبتقدر تستخدم الكالونيا وبيقدر يطلع بكل أريحية. ليش؟ لأنه راح يحس في البشرة إنه في عنده برودة صارت. هذا درسنا اليوم كان عن البشرة وعن تحديد الذقن وعن أنواع البشرة وعن أشكال البشرة. بتمنى إن يفيدكم هذا الفيديو. إن شاء الله قريبا راح ننزل فيديو كمان أضخم من هيك، وراح يكون أحسن من هيك وأدق من هيك. تحياتي لكم.